السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جاي النهارده اقول لكم ان عملنا وجبات لافطار صايم في رمضان. انا ووالدتي ربنا يبارك لي في عمرها ساعدتني فيهم، وعملنا وجبات سريعة وخفيفة جدا عشان لو حبيتوا انك تعملوها. كلها نواشف لانها كمان ما فيهاش اي طبايخ، فبالنسبه لنا كانت سهله. كمان احنا لما حضرنا الكفته قبلها بيوم، كنا عاملينها وبعد كده كنا حاطينها في التلاجة. تاني يوم على طول عملناها في الفرن. عملنا طبعا البطاطس زي ما انتم شايفينها والكفته والكبده. الموضوع كان سهل جدا الحمد لله. وطبعا كان في ورق فويل. وادي البطاطس بعد ما اتحمرت هي للاسف كانت هتتحرق مني، بس الحمد لله ربنا ستر، والحمد لله طلعت كويسه. بعد كده بقى البطاطس دي لما بنحطها في الساندوتشات بنحط عليها كمون وملح، الاتنين مع بعض بيتضربوا وبنحطهم في كل ساندوتش اللي معاه البطاطس. عايزه اقول لكم بيبقى طعمها روعه بجد. جربوها ومش هتندموا، حلوه قوي. احنا كنا عاملين 33 وجبة، لكل شخص رغيف كفتة وكبدة وبطاطس محمرة وكمان خيار وكيس مخلل وعصير. كل كيس فيه الوجبة دي ومتغطية بورق الفويل علشان ما تبردش. وجبات سريعة ما تاخدش وقت معاكي. الكفتة حضريها قبلها بيوم، وهتعمل لكل شخص 3 رغيفها، رغيف كفتة ورغيف كبدة ورغيف بطاطس وواحد عصير ومخلل وخيار، وكل ده في كيس واحد. ولو عجبتكم الفكرة يلا انتوا كمان اعملوها، ويلا نتنافس في الخير. وما تنسونيش في لايك وتعملوا اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.